السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تانية ثانوي الغاليين اللي من أولى ثانوي لسه جايين، اللي عن المنهج هم مش عارفين يعني إيه يستخدموا آلة حاسبة، يعني إيه يا مسكين. اللي في أولى ثانوي الوزارة خلتهم في الفيزياء ضايعين، ولا عارفين يعملوا حاجة ولا عارفين يحلوا أي سؤال في أي حتة. جايين النهاردة عشان نحل المشكلة دي ونأسسك لأنك داخل علمي. علمي يعني أساس، ومفيش بيت بيتبني من غير ما نعمل أساس ليه. كلنا عارفين الكلام ده، فاحنا جينا النهاردة نبني لك الأساس بتاع البيت بتاعنا. نبني طوبة ورا طوبة. أول طوبة النهاردة في الحصة رقم 1، ونبدأ الحدوتة حدوتتنا رقم 1. لو أنت طالب بتفتح اليوتيوب كده، خير اللهم اجعله خير، أو الفيسبوك، وفجأة لقيتني في وشك، طبعا أنا هقول لك حاجة: اطمن، ثق في ربنا وثق في العبد لله، انك هتبقى من اجمد الطلبه في مصر. طب وانت جبت الكلام ده منين بقى يا مستر؟ نعرف منين انك صادق؟ بص يا سيدي الناس، بص يا احلى الناس، حضرتك تقدر تخش الاول قبل اي كلام بسم الله الرحمن الرحيم على صفحه الفيسبوك دي، مستر كريم اكس، بالعربي او بالانجليزي هتلاقيهم مكتوبين، وانزل في البوستات كده، تسحب تسحب تسحب، انزل على البوستات لمدة 5 سنين. في كل يوم في بداية شهر 8 تقريبا أو أواخر 7 بتلاقي في احتفالات وأفراح على الصفحة كل سنة. كل سنة يعني مش وليد الصدفة، مش مرة بايلك، مش مرة بالحظ. 5 سنين نظام جديد، أوائل جمهورية، أوائل الإدارات اللي بندرس فيها، 60 من 60، مهندسينا دكاترتنا، أوائل كل المحافظات اللي سواء قاعد معانا منصة أو كنت معانا في السنتر. يعني لما اخش على الصفحه دي والاقي الناس بارقام جلوسها، اكيد الناس دي ما جاتش من ثالثه ثانوي، الناس دي اتاسست في ثانيه ثانوي معانا صح، فطلعوا ثالثه صح. فاحنا هنأسسك من ثانيه عشان تطلع ثالثه جامدين. عايزك مفوق معايا عشان هنبدأ مع بعض حكايه كلها مسائل وحوارات، احنا ما عندناش تهريج. طب يا مستر دلوقتي المنهج اللي حطوا فيه اولى ثانوي مع ثانيه ثانوي وضربونا احنا في الخلاط وطلعوا لنا المنهج ده، احنا هنخلص ده امتى؟ عندي ليك مفاجأة وسربرايز. كل الناس قالت مش هلحق اخلص، وانا بعلنها تحدي. النهارده بقول لك هناخد حصة واحدة كل اسبوع، وهناخد في الاخر كمان حصتين او 3 مراجعة. ايه ده؟ جبت وقت منين؟ لا لعبتي يا فنان. هو انت ما تعرفش يا مان ان من زمان انا كنت متخصص اولى ثانوي لحد ما ربنا كرمنا بقت تالتة حاجه كبيره عندنا وتانية حاجه كبيره عندنا، اعتذرنا الاولى ثانوي، لكن دلوقتي رجع لنا اولى ثانوي، رجعنا لملعبنا، جاب لنا لعبتنا. يعني دي اللعبه لعبتنا زي ما بيقولوا، تخصصنا باذن الله. المنهج ده نعمله كده ونديهولك هديه باذن الله مبسط، واحلى شرح باذن الله هيوصل لك، وهوصل لك المعلومه بطريقه بسيطه، هدي لك الصعب وهدي لك السهل الاثنين. طب يا مستر دلوقتي احنا عايزين نعرف نجيب انهي كتاب خارجي. المفاجاه الكبرى: ما تجيبش اي كتاب خارجي، الكتاب بتاعنا هيبقى فيه معظم الكتب الخارجيه، وكمان في مفاجاه على المنصه هديه. مالك يا مستر في ايه؟ في 4 فيديوهات بينزلوا كل اسبوع. ايه ال4 فيديوهات دول؟ 1 حصه الشرح بتاعت المحاضره والتمارين، ودي هتنزل، هي الحاجه الوحيده اللي بفلوس على المنصه. اما ال3 فيديوهات دول هديه ليك يا فنان، علشان انت معانا في المنصه كمان. انا مش عارف هي قلبه معايا بسجع موسيقي وشعر وتسول توك توكي كده، عمال اقول جمل بيفكرني بفيلم بحبك يا ستاموني مهما الناس لموني. خش بينا على الموضوع. هينزل لك على المنصه كل اسبوع 4 فيديوهات. ايه هم ال4 فيديوهات؟ الفيديو الاولاني هو فيديو الشرح، ودي الحاجه الوحيده اللي هتبقى بفلوس. اما ال3 دول هديه مني يا فنان. ايه ال3 دول؟ الاولاني فيديو تدريبات اسمه الهاي ليفل، حصه عظمه العظمه. عارف انت بقول لك عامل دماغ فيزياء؟ هي دي دماغ الفيزياء. فيديو هاي ليفل يعني مستويات العليا وافكار العليا الصعبه اللي في كتابنا، كتاب الهاكر اللي هينزل لك، اللي فيه كل حاجه في الدنيا، اللي مش محتاج كتب تانية خالص. هو الكتاب ده كفايه. وايه، والكتاب بتاعنا بقى كمان، بس خليه شويه دلوقتي نتكلم بعدين. بعد ما ده هينزل لك فيديو تاني حل جميع الكتب او الكتاب الخارجي اللي هينزل لسنه تانية ثانوي. بمعنى كلامي ده انك مش محتاج تشتري كتاب خارجي، احنا هنحل الكتاب الخارجي على المنصه بالتفصيل، يعني وفرت لك فلوس الكتاب الخارجي برضه مجاني هديه. تالت حاجه فيديو حل الواجب، وده بينزل بعد الاسبوع ما يخلص عشان افتش يا ناصح على الواجب، مش هينزل قبل الاسبوع كده. دول ال3 فيديوهات.
اما كتابنا، قبل ما انسى، اشترك ازاي صحيح يا مستر على المنصه؟ خش على الارقام دي هتظهر لك اهي على الشاشه، قول لهم عايز اشترك على منصه الهاكر تانية ثانوي، هيديك العروض. احنا عاملين عروض الترم على بعضه، ليه عروض بيخلي الحصه بسعر رمزي. يا سلام بقى لو اشتراك السنه، كانك ما دفعتش حاجه في الحصه الواحده. وفي طبعا اللي هو الحصه الواحده بكام. طبعا في حصه وفي ترم وفي سنه، هتخش تكلمهم وهم هيقولوا لك كل التفاصيل. طب بالنسبه للكتاب، الكتاب بتاعنا هيوصل لك لحد باب بيتك لو انت ساكن حتى في المحافظات. عندنا خدمه التوصيل نقدر نتواصل معاها، بيبقى فرق حاجه بسيطه، بيوصل لك لحد المحافظه اللي انت فيها، وفي خدمه الشحن لحد المنطقه بتاعتك. طب ازاي اشتري الكتاب بتاعكم؟ اهو دي الارقام بتاعه الكتب وازاي تتواصل ويوصل لك كتابنا، وسعره هيبقى سعر مفاجاه. الكتاب دلوقتي بفضل الله في المطبعه، اسرع ناس عملت الكتاب، وباذن الله على بدايه الدراسه هيكون متواجد في جميع انحاء السناتر ومنافذ البيع، وهيوصل لك لحد المحافظه اللي انت فيها باذن الله. طيب حضرتك دلوقتي انا افرض عندي اسئله، افرض في حاجه ما فهمتهاش، ما انت قاعد بعيد عني، اعمل ايه؟ طبعا لو انت طالب من طلاب السنتر، انا هقعد بنفسي، انا وبقيه الفريق كله هنقعد معاك جوه القاعه بعد ما نخلص نشرح لك اللي انت عايزه. اما لو انت طالب محافظات، فساعتها انا مجهز لك مفاجاه محدش بيعملها مع طلبه التانيه. مجهز لك فريق من الدعم الفني قاعد معاك اونلاين 24 ساعه، بيجاوبك على الاسئله اللي انت مش عارفها او اللي ما فهمتهاش في الحصه، يشرحها لك تاني. طب والفريق ده بيرد عليا ولا هيعلقني بقى زي ما الناس ما بتعلق الناس، او مستر اضحكوا علينا وجرجر رجلينا؟ حضرتك معاك 24 ساعه مده السماح عشان بيجاوبوا على اسئله تانيه وتالته. بعد ال 24 ساعه ما يخلصوا بتعمل لي سكرين وتشتكي لي انا، سيبهم لي وانا اديهم خصم، حاجه تفرحني، اخصم لهم واقلل مصروفهم، دي حاجه جميله. رقمي اهو، الارقام دي بتاعتي بتاعت الواتس عندي، ابعت لي الشكوى بتاعتك وانا هتواصل بنفسي معاك، وهشوف مين اللي مضايقك، سواء في سنتر حصل لك مشكله، سواء مع الدعم الفني حصل لك مشكله، انا هجاوبك بنفسي، ولو ليك حق هاخده لك، بس لو انت اللي غلطان هحاسبك. اهم حاجه ما تتصلش ولا ترن عليا عشان هشتم، والله هشتم لو رنيت، عشان ابقى شغال طول اليوم، هرجع ارد عليك بالليل لما اخلص شغل. طيب كده يا مستر يعني كل مشاكلي في الحياه اتحلت، عايز ايه تاني؟ مفيش اي حاجه، طول ما انت على المنصه بينزل لك هدايا مجاني كتير قوي طول ما احنا شغالين، منها مراجعات في النص، في مراجعات فري، في مراجعات بفلوس، في حل كتب كتير، وطبعا باذن الله هنخلص المنهج وناخد مراجعتين او 3 في اخر الترم، ده المكثف بتاعنا، وكده نبقى خلصت حكايتنا، جاهزين لاقوى تحدي، جاهزين للبدايه الصح، جاهزين نتاسس صح، الاكساويه اوائل جمهوريه باذن الله، ده شعارنا طول ما احنا شغالين. احنا نختلف عن الاخرون، احنا دماغنا شغاله مش ساكتين. طيب قبل ما نبدا عايز اقول لك حاجه، ده مايك، الو ده مايك، عشان محدش يفتكر دي سلسله ولا حاجه لا قدر الله، الحمد لله يعني، لا ده مايك، الو. طيب قبل ما نبدا الحكايه بتاعتنا، عايزك الاول ندعي الدعاء اللي ربنا يكرمنا عليه. اول حاجه، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. تاني حاجة، جدد النية جواك ان احنا قاعدين دلوقتي مجلس علم. يعني ايه مجلس علم؟ يعني بتحفنا الملائكة، يعني الملائكة حوالينا وقاعدين بيتفرجوا علينا عشان احنا جايين نتعلم، مش جايين في حاجة غلط. فربنا يكتب لي ويكتب لكم انتوا الاتنين الثواب. تالت حاجة، ادعي معايا دعاء بيثبت المعلومة ويخلي مخك التعبان يبقى فهمان. ايه هي المعلومة؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا. ربنا يفكها علينا بقى يا أخي، ويرد المطلقة ويرجع كده اللي سايب بيته اللي أنا بقوله. طيب بصوا يا جماعة، صلوا على النبي في الكومنتات، ويلا بينا نبدأ كوباية الشاي الحلوة، كوباية القهوة، ويلا بينا نبدأ الحكاية. عايز أقول لك سر قبل ما نبدأ الحكاية، الحصة دي نازلة هدية ليا طلب التانية كلها، سواء على المنصة مجاني، سواء على اليوتيوب، سواء في الفيس، نازله في كل حته هديه. تفتكر الهديه دي ليه يا مستر؟ اصل انا عايز اقول لك حاجه، اصل الاسبوع ده اسبوع عيد ميلادي، وانا بمناسبه عيد ميلادي انا اللي جبت لكم الهديه. كفايه انتوا هديه عندي، انا جبت لكم الهديه وقلت لك اتفضل احلى هديه، هديه عيد ميلادي. طبعا مش لازم تقولوا لي بقى كل سنه وانت طيب يا مستر يا جماعه خلاص شكليات مش مشكله يعني. حلو، فكل سنه وانا طيب ان شاء الله، وكل سنه وانا مفيد ليكم، كل سنه وانا بخدم الناس وبنساعدها ونبقى علمي وانتفع بيه.
السنه دي انت حظك جاي مع عيد ميلادي، فدي هديه، ولسه كمان لما تخش على المنصه محضر لك هدايا تانية بمناسبه عيد ميلادنا الاسبوع ده، وكل سنه واحنا سوا، وكل سنه واحنا انجح الناس. يلا بينا نبدا اول حدوته في اول حكايه، ونبني اول طوبه في السنه. يلا بينا. اول حاجه عشان ناسس صح لازم تعرف احنا بنقيس ازاي في حياتنا. ينفع تروح للراجل وتقول له يا عمو اديني لو سمحت 5، الراجل ده يبص لك يقول لك انت تعبان يا ابني ولا ايه؟ 5 ايه يا ابني؟ 5 يا عمو. 5 ايه يا ابني؟ طبعا انت هنا بني ادم براس ضرفيل. ايه اللي حصل لك؟ اللي حصل لك ان انت قلت له 5 وما حددتش 5 وحدات ولا 5 كيلو ولا 5 جرام. يبقى اول حاجه لازم نعرفها في حياتنا هي وحدات القياس. وحدات القياس، يبقى عندنا ايه؟ وحدات القياس. طب يا مستر وحدات القياس ليه؟ احنا هنتكلم الاول عن الثلاث حاجات الاساسيه في حياتنا. اللي هي ايه الحاجات الاساسيه في حياتنا؟ الاطوال، الكتله، الزمن. دول الثلاث حاجات الاساس بتوع حياتنا، من غيرهم حياتنا ما بتمشيش. ايه هما؟ اول حاجه الطول. لما اجي اقول لك قيس لي طول الاوضه اللي انا فيها او طول الشقه اللي انا فيها دي، خلاص هتقول لي الاوضه دي طولها 5 ايه بقى؟ متر. برافو. يبقى اول حاجه الاطوال بتتقاس بالمتر. طب والكتله؟ لما بنقف ونقف على الميزان كده، الا بالمناسبه صحيح، هو انت لما بتقف على الميزان بتحسب ايه؟ واحد يقول لي بحسب وزني. غلط. امال ايه يا مستر؟ احنا طول عمرنا بنحسب وزننا. لا يا حبيبي، ده في ايام الجاهليه قبل ما تاخد الفيزياء الجهنميه. ايه بقى اللي بناخده؟ حضرتك اللي بتحسبه على الميزان ده كتلتك. لان احنا لما بنقف على الميزان بنقول يا لهوي انا اتخنت بقيت 190 كيلو. يبقى انت بتقول كيلو وما بتقولش نيوتن. ومعروف ان الوزن بيتقاس بايه؟ بالنيوتن. فحضرتك اللي بتحسبه في الميزان ده كتلتك. يبقى الكتله بتتقاس بايه في الميزان؟ بنقيسها بالكيلو جرام. الزمن معروف طبعا يا مستر بيتقاس بالثانيه، مش محتاج. بس احنا السنه دي بقينا سبيك انجلش افري تايم اني وير افري هينج سنج اي حاجه. انا في الانجليش مش قادر اقول لكم يا جماعه، مش قادر اقول لكم انا في الانجليش عامل ازاي، مع ان انا اصلا كنت كليه هندسه والدراسه بالانجليش، بس برضه فضلت وما زلت ما شاء الله عليا سبيك انجلش افري وير اني تايم. حضرتك هنتكلم انجلش كتير السنه دي. فالمتر مش هنقولها متر بالعربي، هنقولها ام سمول. الكيلو جرام مش هنقول كيلو جرام، هنقول كي جي. يعني انت هتبقى الشاب الروش. المتر تبقى ام سمول، كيلو جرام كي جي، ثانيه اس. لازم تبقى حافظ الحروف بالانجليزي، وبعد اذنك في السنتر بلاش تجيبوا لي جلطه تقعدوا تكتبوا لي الحروف بالعربي. طيب بعد كده عايزين نتكلم عن ايه؟ عايزين نتكلم على الانجليزي. حضرتك في شويه كلمات بالانجلش لازم تعرفها هي ايه عشان ناخد اول حرف منها. ايه بقى؟ خش لي بالانجلش. اول حاجه الزمن، السرعه، العجله. هتكتب ورايا، اكتب ورايا. القوه، يا رب ما انسى حاجه. الكتله، الارتفاع. ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. صلي على النبي في الكومنتات وسيب لنا صلاه على النبي كده. صلي على النبي، يا تصلي على النبي، يا تصلي على النبي يا عالم. صلي على النبي، انت تاخد ثواب وانا اخد ثواب ويتروق علينا كلنا. طيب وايه كمان؟ ايه يا واد يا كريم، يا واد يا كريم الحشيش اللي انت شاربه ده ايه؟ هجيبها، سيبوني هجيبها. المساحه، الحجم. لا انا حاسس ان لسه في تاني، لسه في تاني ان شاء الله، لسه في تاني ان شاء الله. هفتكر بسم الله. احنا هنقعد بقى الفيديو كلهم قاعدين مستنينا ولا يخلص؟ طيب طب اهم حاجه في الدنيا نص القطر. نص القطر، المسافه. ايوه الوحي، ايوه الوحي. المسافه. ايه تاني؟ هنحتاج ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. الاطوال، الاطوال، الطول. ماشي. نحتاج ايه في المنهج تاني؟ الحجم خلاص ماشي. الزمن تايم، يبقى تي. سرعه فيلوسيتي مش سبيد، فيلوسيتي
عشان احنا هنتكلم عن السرعه المتجهه السنه دي. العجله اكسلريشن، ايه؟ القوه فورس، الكتله ماس، ماس دبل اس مش تي اتش، مش ماس الرياضه. الارتفاع هاي، المساحه اريا، الحجم فوليوم. واحد يقول لي طب افرق ازاي بين الفي دي والفي دي؟ دي في سمول ودي في كابيتال. ثانيا في راس السؤال هيقول لك اوجد السرعه، اوجد الحجم، هتبقى باينه. نص القطر راديوس ار، ده اهم واحد فيهم. المسافه عارفينها طبعا، انتم مثقفين سبيك انجلش. ديستانس دي. الاطوال لينث ال. بص بقى السبوره دي تحفظها زي اسمك، السبوره دي تحفظها زي اسمك، مفيش حاجه اسمها هتنفض ومش تحفظ السبوره دي، السبوره دي مهمه جدا جدا جدا، خلي بالك من الموضوع ده. طيب ايه تاني؟ هنتكلم على بقى الحجوم والمساحات بعد ما كتبنا دول. انا باكد عليك تاني والله ده مايك، عشان ايه؟ شغل السلاسل ده انا مش بحبه، وربنا عافانا الحمد لله، وربنا يتوب علينا وعلى اي حد منها ان شاء الله. اللهم صل على النبي. المساحات، نبدأ مع بعض. ايه المساحات اللي من غيرها انا ما اعرفش اشتغل تانية ثانوي ولا تالتة ثانوي؟ مساحة 4 حاجات: المثلث، المربع، المستطيل، نص القطر. طيب وايه بقى في الحجوم؟ يبقى المساحات والحجوم. الحجوم: المكعب، المتوازي، متوازي المستطيلات، الكرة، الاسطوانة، دول مهمين جدا. المثلث معروفة نص القاعدة في الارتفاع، اكتب ورايا. المربع طول الضلع في نفسه، يعني ال في ال تربيع، لان احنا في الشاشة اللي فاتت كتبنا ان الاطوال هنديها رمز ال. المستطيل طول في العرض. ايه دي؟ هنا كاتبه ده. الدايرة هنا كاتبه ده. الدايرة معروفة باي اللي هي طه نق، نق هنا اسمها ار، يبقى ار تربيع، لان قلنا نص القطر هنشتغل اسمه ار. المكعب، المكعب متساوي الاضلاع ال في ال في ال، كلنا عارفين المكعب ال تكعيب. المتوازي معروف طول في عرض في ارتفاع، طول في عرض في ارتفاع. الكورة مش كتير يعرفوها، 4-3 باي نق تكعيب. الاسطوانة معروفة مساحة القاعدة في الارتفاع، دي الاسطوانة. طيب نروح بعد كده لجزء مهم جدا، وايه هو الجزء المهم ده؟ جزء وحدات القياس والتحويلات من سنتي لمتر ومن متر لسنتي، والقصه الحزينه دي مهمه جدا. جاهزين يا رجاله؟ يلا بينا نصلي على النبي ونبدا. هات ورقه وقلم كده، يلا بينا. صلي على النبي بالله عليك، زي النبي صلى. الست اللي بتنظف يا نهاري محركه الشاشه، يا رب تكون الصوره كويسه يا رب عندكم. انا اصلا موضوع بقى ان حد يخش الاوضه عندي بتاعت التصوير دي، يعني انا بقول لهم نضف الشقه كلها ما عدا اوضه التصوير، انا عايزها بعفنتها، بس هنعمل ايه؟ الناس نضيفه بقى بزياده عن اللزوم. ان شاء الله لما اتجوز هخليها برضه ما تمسحش الاوضه واعيش في العفانه هنا عشان خاطركم باذن الله. بص بقى يلا بينا. وحدات، ايه بقى الحاجات اللي انت ما ينفعش تعيش من غيرها في حياتنا؟ بص يا سيدي، صلى على النبي. الجيجا، الميجا، الكيلو، السنتي. انا حاسس ان البتاعه دي معوجه، عشان ما لحظه واحده عشان رجلي دي عماله تجري. مظبوطه. السنتي، الملي، المايكرو، اكتب ورايا، النانو، البيكو. في انجستروم بس مش موجود في منهج الترم الاول فمش هنحطه دلوقتي. وفي الفيمتو ثانيه بتاع العالم الله يرحمه طبعا العالم احمد زويل،
اللي خد عليها جائزه نوبل. كل واحده من دول لازم تعرف رمزها وتعرف بتساوي ايه. الجيجا جي كابيتال ودي ب 10 اس 9. الميجا ام كابيتال ودي ب 10 اس 6. الكيلو كي 10 اس 3. السنتي سي 10 اس سالب 2. الملي ام سمول 10 اس سالب 3. المايكرو ام مايسة 10 اس سالب، معلش يا مستر ايه ام مايسة دي؟ بص يا حبيب قلبي، المايكرو عامل كده، تحسها ام عامله كده، عارف انت الام اللي عامله كده، لكن الام بتاعت الميجا مظبوطه كده. حلو، فدي حاجه ودي حاجه، فالام مايكرو ام مايسة كده. النانو ان سمول 10 اس سالب 9. البيكو بي كابيتال ماشي 10 اس سالب 12، مش فارق الكابيتال من اسمه. دول بقى تكتبهم وتحفظهم زي اسمك. تعال اعلمك بقى شويه تحويلات على السريع على السخان جامده قوي. من سنتي لمتر، من سنتيمتر مربع لمتر مربع، من سنتيمتر مكعب لمتر مكعب، من ملي متر لمتر، من ملي متر مربع لمتر مربع، من ملي متر مكعب لمتر مكعب. تعال نشوف السنتي اهو يا مستر 10 اس سالب 2. ما انت لازم تحافظ الكلام ده حفظ. سنتي 10 اس سالب 2. طب سنتيمتر مربع يبقى 10 اس سالب 2 مربع، يعني هضرب في 10 اس سالب 4. طب من سنتيمتر مكعب يبقى في 10 اس سالب 2 مكعب، يبقى 10 اس سالب 6. طب ملي متر 10 اس سالب 3. طب ملي متر مربع يبقى 10 اس سالب 3 مربع ب 10 اس سالب 6. طب ملي متر مكعب 10 اس سالب 3 مكعب ب 10 اس سالب 9. يعني من الاخر الحاجه اللي انت حافظها لو عايزك تربعها ربعها له، عايزك تكعبها كعبها له، ريح الزبون يعني. في مشكله في الكلام ده؟ خلاص كده الشاشه دي نقلتها، هنبدا نعيش في التحويلات. اكتب الورقه دي قدامك عشان مش تفهم حاجه من الشاشات الجايه من غيرها. انقل الورقه دي قدامك بعد اذنك، اكتب لي ده كله قدامك عشان نروح لشاشه تانية لازم ده يبقى قدامك. وقف الفيديو واكتب ده في ورقه. يلا نروح للجزء اللي بعد كده. باكد عليك انا امتحانات الحصه بتاعتي تبقى امتحانات قويه عشان اجهزك لتالتة، ما تبقاش سهله قوي. امتحانات مفيش فيديو حصه هيفتح لك الا لما تكون مذاكر الحصه اللي قبليها. انت فاكرها سايبه ولا ايه؟ يعني انا دلوقتي لو غبت حصه يا مستر وجيت اعوضها على المنصه ما ينفعش افتحها على طول، انسى تذاكر اللي قبليها تقدر تخش اللي بعديها، ودي حاجه مهمه ليك عشان تعرف تنتظم معانا. مفيش حاجه اسمها اغيب وانفض، دي في المشمش عند ميس سوسن. يلا حبيبي نبدا مع بعض. هنتعلم مع بعض النهارده الارقام العشريه. لما اقول لك رقم زي 7000 متر، في كم متر؟ بنعمل ايه في الحاله دي؟ بنروح نعد الاصفار 1 2 3 4 5 ونقول 7 في 10 اس 5. بس كده؟ بس كده والله. طب لو عملت لك علامة عشرية 001 جرام، فيها كام جرام؟ تفرق ايه دي بقى؟ ايه الفرق بين الرقم العادي والعلامة العشرية؟ العلامة العشرية بيطلع بالسالب، ازاي؟ هتقول 1 اللي هو ملوش لازمة يتكتب طبعا ممكن تشيله في 10 أس. 3 أصفار أهو يا مستر، يبقى سالب 3. غلط. ايه ده؟ أمال في ايه؟ بتقف عند العلامة العشرية وتعد اللي بعده 1 2 3 4 اهو. تقف عند العلامة العشرية وتعد اللي بعده. لا واحدة تانية يا مستر أنا استيعابي بطيء. تعال يا بطريق. 0 0 1 3 5 4 متر، يبقى 1354. عد بقى 1 2 3 4 5 6 في 10 أس سالب 6. يبقى أنا بعد كل اللي بعد إيه؟ العلامة العشرية. ماشي. البرد قاتلني. طيب لو جيت قلت لك
4 كيلو متر فيها كم متر؟ 4 كيلو متر فيها كم متر؟ ايه دي بقى؟ كلمة متر دي وحدة القياس ملناش دعوة بيها. متر ومتر ملناش دعوة، احنا عايزين دي. طبعا انت كاتب الورقة في ايدك. الكيلو بكام في الورقة اللي في ايدك؟ 10 أس 3. يبقى دي 4 في 10 أس 3. طب لو قلت لك 5 مايكرو ثانية فيها كام ثانية؟ كلمة ثانية مع ثانية مالناش دعوة ببعض. المايكرو بكام؟ 5 في 10 أس سالب 6. ده المايكرو. وصلت كده؟ وصلت. طب لو قلت لك 4 بيكو أمبير فيها كام أمبير؟ أنا مالي يا عم بأمبير وأنا مالي؟ يبقى 4 في 10 أس سالب 12. طب ما الدنيا حلوة اهي. يبقى التحويلات لازم تبقى حافظ التحويلات اللي أنا كتبتها لك من شوية. تعال نعلل الدنيا ونعمل ميكس للاتنين. لما أقول لك 400 كيلو متر فيها كام متر؟ ودي متر مع متر. هنا في صفرين ب2، هنا في كيلو ب3. يبقى 4 في 10 أس، اجمع بقى الاتنين دول 5. يبقى 4 في 10 أس 5. طب لو قلت لك 5000 مايكرو جرام فيها كام جرام؟ حلوة برضه. ودي جرام مع جرام. التلاتة دول ب3 والمايكرو سالب 6. يبقى 5 في 10 أس. 3 موجب و6 سالب، يبقى في سالب 3. يبقى أنا هنا لو في عندي أصفار وتحويلة اجمعهم مع بعض. طب تاني يا مستر، انقل بس السبورة دي، انقلها، انقل من اللي أنا عملته ده. يلا سبورة تانية. لو قلت لك 0.002 جيجا ثانية فيها كام ثانية؟ حاجة زي دي هنعمل ايه؟ ودي ثانية مع ثانية ملناش دعوة ببعض. تمام. بعد كده 1 2 3 4 بالسالب، والجيجا 9 بالموجب. يبقى 2 في 10 أس موجب 5. طب لو حصلت وقلنا 0.005 نانو ثانية. 1 2 3 4 بالسالب، والنانو سالب 9. سالب 4 وسالب 9 فيها كام ثانية؟ يبقى 5 في 10 أس سالب 13. يبقى أنا عندي هنا، ما تقوليش سالب وسالب يدي موجب، دي كارثة علمية. أنا بعمل عملية جمع، السالب والسالب هنا مع بعض يدوا سالب. طب لو قلت لك 4000 ملي متر فيها كم متر؟ المتر مع المتر. هنا 3 بالموجب والملي 3 بالسالب. ايه ده يا مستر ده؟ ده 4 في 10 أس 0. ايه ده؟ دول شالوا بعض. معروف في الدنيا ان اي حاجة أس 0 بكام؟ ب1. يبقى الناتج ده 4 متر. يبقى لو دي شالت دي يبقى الناتج هو الرقم بس. طيب نروح لحاجة تانية. ايه هي؟ من تحويلة لتحويلة. يعني هنا ملي وهنا نانو، ودي حتة بقى العالية اللي في الدرس. لو أنا عندي 5 متر عايزها بالمايكرو متر. كلمة متر مع متر مالناش دعوة بيها. أنا دايما باخد الرمز التاني، ماليش دعوة برمز واحد ده. محدش يجي يقول لي ام يعني سالب 3 يا مستر، هديك بالشلوت. ام واحدة دي وحدة قياس اللي هي متر، لكن ام دي ملي متر إذا كان مش عايز. طيب أنا عايزها بالمايكرو. أعمل إيه؟ نكتب كلمة سر.
اللي انت عاوزه اقسم عليه. يعني ايه اللي انت عاوزه اقسم عليه؟ يعني خد الخمسة بتاعتك اقسمها على 10 أس سالب 6 اللي هي الملي المايكرو. يبقى اقسم الخمسة على 10 أس سالب 6 اهي 5 على 10 أس سالب 6. طبعا المقام بسط، يعني قصدي يعني لما الحاجة بتطلع فوق بنعمل لها ايه؟ بنسقلبها. يعني ايه نسقلبها؟ يعني نشقلبها ونديها سالب. ف 10 أس سالب 6 لما تطلع فوق تبقى 10 أس ايه؟ موجب 6. يبقى الناتج هيبقى 5 في 10 أس موجب 6. الطالب الشاطر يقول لي خلاص كده انا تمام. انا لما اجي اقسم على رقم اعكس اشارته. يبقى 10 أس سالب 6 اللي هي مايكرو خليها موجب 6. لا تاني يا مستر عشان فهمي بطيء. حاضر يا حبيب قلبي، حاضر يا نور عيني، حاضر يا مخ مهلبية. بص يا حبيبي، 7 جرام فيها كام كيلو جرام؟ يبقى ناخد السبعة نقسمها على 10 أس 3 عشان الكيلو ب10 أس 3. اعكس الإشارة يبقى 7 في 10 أس سالب 3. معلش يا مستر تاني عشان أنا أصلا والله العظيم كنت عايز أتجوز واقعد في البيت. انا اصلا ما كانش ليا في التعليم، امي اللي قالت لي خش يا بت. فانا براعي ظروفي. طبعا انا عارف المطلقات دول مطلقات قلبي، مطلقاتي. لما اقول لك 5 امبير فيها كام نانو امبير، وادي امبير مع امبير مالناش دعوه بيكم. 5 على 10 أس سالب 9 اللي هي النانو، يبقى 5 في 10 أس موجب 9. بعكس الإشارة. نعلي الليفل بقى عشان في متفوقين، نعلي الليفل. 5000 متر فيها كام مايكرو متر؟ خلبوصة. 5 في 10 أس 3 لأن في هنا كام صفر؟ 3 أصفار على 10 أس سالب 6. ودي السالب هنا بالموجب. 3 موجب وهيجي لها 6 موجب، يبقى 5 في 10 أس موجب 9. برافو طبعا اللي فكر قبلي وسبقني، انت طالب علمي صح. يبقى هنا موجب 3 هنا سالب 6، وديها الناحية التانية تبقى موجب 9. لا تاني يا مستر المطلقة بتصوت. لا يا مستر اللي انتوا بتعملوه ده. لا يا مستر 30,000 جرام عايزها بالمايكرو جرام. يلا يبقى 3 في 10 أس 4 اللي هي دي. هتوديها المايكرو يبقى هتقسم على المايكرو اللي هو 10 أس سالب 6. اللي بتقسم عليه بالعكس وديه سالب 6 تروح هنا تبقى ايه؟ موجب 6. 4 معاها موجب 6 يبقى 3 في 10 أس 10 اهي. 3 في 10 أس 10 خليناها بالموجب. تاني يا مستر تاني. طبعا دول مين اللي بيندهوا؟ المطلقات. مطلقات العلم مش مطلقات الزوجية. بص يا سيدي 200 كيلو جرام. ايوه احلوي فيها كام ملي جرام؟ كده حلوت قوي. عندنا هنا صفرين وعندنا في الكيلو في 3 اصفار، يبقى 2 في 10 أس 5. جمعناهم اهو، في صفرين هنا وفي 3 في الكيلو. هنقسمها على الملي يا حبيب قلبي اللي هو 10 أس سالب 3 اهو. ودي السالب 3 العكس تبقى موجب 3، يبقى 2 في 10 أس 8. تاني يا مستر تاني، ارحمني يا رب منهم. 0.7 مايكرو ثانية فيها كام؟ نانو ثانية. دول سالب 3 والمايكرو سالب 6، يبقى 7 في 10 أس سالب 9. طبعا لازم تكون كاتب قدامك التحويلات على
النانو 10 أس سالب 9. اوبا اوباش، سالب 9 يجي هنا موجب 9 يطير دي، يتبقى لي 7. تاني يا مستر تاني، حاضر. 0 0 4 ايه بيكو ثانية، فيها كام ملي ثانية؟ يبقى دي سالب 3 والبيكو سالب 12، يبقى 4 في 10 أس سالب 15. هنقسمها على الملي 10 أس سالب 3. أيوه اديني يا معلم اديني. سالب 3 تروح هنا موجب 3، موجب 3 أهي مع سالب 15 يبقى سالب 12. لو أنت ساقط ابتدائية وإعدادية ما تعرفش تجمع وتطرح على الآلة الحاسبة، يبقى الناحية دي فيها سالب 15، السالب 3 اللي قسمت عليها اللي هي الملي وديها هنا موجب 3، يبقى 4 في 10 أس سالب 12. أعتقد كده وصلت أوي أوي أوي. آخر حاجة تحريك العلامة العشرية. لو عندي 700 في 10 أس 6، هل تعلم يا صديقي العزيز يا قلب قلبي يا روح عيني يا حياتي أنت يا روحي أنت، هل تعلم يا نن العين إن دي عكس دي؟ يعني دي عكس دي، يعني لو ده يزيد ده يقل عشان دي عدد الأصفار. فأنا لو قللت 700 خليتها 70 كده عدد الأصفار قل لي إيه؟ قل 1. اللي قل من هنا بيزيد هنا. لا 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 بالراحة بالراحة بالراحة، راعي ظروف العقلية. حاضر. 700 بقت 70. بص أنا بشرح إزاي، بص الجمال بهدوء أهو. 700 يلا يا صديقي بقت 70، يبقى قال لي ايه؟ قال لي 1، قال لي 1 هي جميله، يلا يا جميل ده قال لي 1 يبقى الاس يزيد 1. الرقم ده هو نفس الرقم ده. لا 1 تاني. حاضر يا مغلباني اهو. قللتها كمان 0، ال70 خليتها 7، يبقى تزود هنا تبقى 8. جرب على الآلة بالله عليك، بالله عليك امسك الآلة اضرب 700 في 10 أس 6، وقف كده هعمل لك سربرايز. 700 في 10 أس 6 دوس يساوي هيطلع لك ده. طب لو زودناها خليناها 7000 كده زادت خانة، يبقى الأس ينزل خانة يبقى 5. دي هي دي. طب لو خليتها 7/10 كده انت نزلت دي خانة، يبقى تطلع ال8 خانة تبقى 9، وهكذا. يبقى دايما الأس عكس الأساس، افتكر الكلمة دي، الأس عكس الأساس. يبقى شعارنا في الحتة دي الأس عكس الأساس. وطبعا الحركة دي أنا بعتبرها 0 فهم 0 ذكاء 100% غباء. يعني لو ما فهمتش يبقى أنت 100% إيه؟ غباء. ودي الجملة بتاعتنا اللي احنا إن شاء الله هنبقى حافظينها مع بعض. لما تيجي تجاوب غلط هسف عليك إن شاء الله وأقولها لك. واحدة تانية يا مستر، 8000 في 10 أس سالب 4. كلنا عارفين الأس لما يبقى سالب أجي أزوده يبقى سالب 3، أجي أخليه يصغر يبقى سالب 5، معروفة. طب لو خليتها 80، الله بقى على الجامد، الله على الجامد. ال 8000 بقت 80، يبقى أنت صغرتها خانتين، شلت صفرين، يبقى دي تكبر خانتين تبقى سالب 2. يبقى اللي هتصغره من هنا تزوده هنا، وبكده تكون. وفي نهاية الحدوتة خلصت أول حدوتة، خلصت حلوة وملدودة، خلصت بإذن الله بداية الحكاية. ويا رب تبقى أحلى بداية عليك، يا رب تبقى فهمت، ويا رب لو فهمت ترزقني منك دعوة حلوة تقعد لنا اليوم الدين. عايزك تكتب في الكومنتات الصلاة على النبي وتقول يا رب نفسي فلان يخش كلية كذا وإحنا هنأمن عليك. نختم قعدتنا بالدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت. وكمان نقول اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت فرده علي عند الحاجة إليه يا رب العالمين. تلاقي ربنا فكرك بالشكل بتاعي وأنا واقف بشرح، وجوه الامتحان تلاقي المعلومة جات لك تاني ما تعرفش منين.
ويا رب أكون الحصة أفادتكم. ننتظركم في الحصة الثانية للتأسيس على المنصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.